أعزائي المشاهدين، متابعي برنامج صورة مصرية، ومعانا وجه جديد وصورة مصرية جديدة من داخل حزب مصر القومي والمؤتمر الحاشد لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي تعرفكم بنفسها وتعرف عليك يا فندم. الدكتورة زينب إبراهيم بجول، أمينة المرأة بحزب مصر القومي على مستوى محافظة اسكندرية. يا أهلا وسهلا دكتورة زينب، كلمينا بقى عن دوركم النهارده ودور الحزب النهارده في المؤتمر الحاشد النهارده بتاع تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هو دور المرأة مهم جدا جدا جدا، وبناء عليه احنا جينا واحنا بنأيد الرئيس. عملنا طبعا في الحزب من اسبوعين فاتوا ندوة قوية جدا عن توعية المرأة عن الانتخابات، انها لازم تنزل انتخابات. حضرها اعضاء الحزب سواء رجال او نساء. اتكلمنا فيها عن ان ده واجب وطني وواجب قومي، وان احنا لازم يكون لنا راي ونثبت وجودنا. نعرف ان دور المراه مهم جدا في الفتره اللي جايه دي، انتوا بتعملوا ايه بقى في الفتره اللي جايه دي بدون المراه؟ احنا بنوعي كل اللي حوالينا، يعني احنا في الندوه اللي احنا عملناها وفي الاجتماعات يعني دوره توعويه تثقيفيه. ندوه توعويه تمام. كانت ندوه توعويه كبيره وعلى مستوى عالي، وكان فيها حاجات حلوه كتير والناس استفادت منها واتبسطت بيها، وكل واحد في مكانه، كل واحده ست كانت موجوده او كل راجل هيخرج ويحاول يتكلم مع الناس اللي حواليه، وده بالفعل حصل، وده الحمد لله احنا عندنا صحوه كبيره جدا جدا. شايف حزب مصر القومي يا فندم نشيط جدا اليومين دول، وليه ومنتشر في اسكندريه ومنتشر في مصر كلها، بيعمل فعاليات وتوعويه وبيعمل دور فعال جدا للمرحله اللي جايه في مسانده السيد الرئيس. بصراحه احنا بفضل رعايه المستشار رفائيل بولس رئيس الحزب والمستشار عاطف فوزي هنا في الاسكندريه، بفضل رعايتهم لينا احنا بنتمكن ان احنا نعمل فعاليات وبنوصل لقلب الناس في البيوت، يعني بنوصل لقلب الناس وبنوعيهم، وان شاء الله ان شاء الله الرئيس بدون كلام باسم امانه المراه انا بدعم السيد الرئيس، بدعمه جدا جدا وبكل الحب. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. معاك يا رئيس، تحيا مصر. شكرا يا فندم، ده كان لقاءنا مع امينه المراه الدكتوره زينب بجول في حزب مصر القومي، ولقاء جديد وبرنامجكم صوره مصريه.